كلام مهم جدا انك تحط ببالك لما انت تنوي الاستغفار، ان كنت مبتدئ او حتى بعدك. وسع نية استغفارك لان تطول تطال هذه النية الامة. ليش؟ هذا خير لك وخير عليك. من اي باب؟ من باب انك تستمر بالاستغفار، لانه اذا كان همك هو قضاء دين او زواج، اسمع مليح شو بحكي لانه هذا كلام مهم وخطير. اذا كان همك قضاء دين وزواج وانت لزمت الاستغفار شهرين ثلاثة 6 اشهر سنة ونص، ثم تزوجت وقضيت الدين على سبيل المثال وانتهيت، هي نيتك، مش هذا هو همك؟ اذا تكفى همك؟ لا، هي من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزق من حيث لا يحتسب. اسمع مليح، من كل هم، من كل هم. فانت كان همك الزواج وقضاء الدين، فوصلت الى حال انك انت تزوجت، خلينا نقول، او مثلا قضاء الدين ولكنك ما تزوجت بعد، لكنه ايش؟ الاستغفار بعده مستمر معك. عذرا. ليش؟ لانه عندك نيتين، نية أولى أنك أنت يقضى الدين، ثم الثاني مثلا الزواج. فعندما قضى الله عنك الدين جاءت لا زال في هناك هم أنت كتبته أو قلته أو طلبته من الله. فهنا عندما يزوجك الله ستجد نفسك بعد الزواج انشغلت وابتعدت ومضى عليك سنة 2 3 وانت ناسي انك كنت يوما ما تستغفر، وتنتكس وتعود الى البداية ديون وهموم وامور. لكن عشان اضمن باذن الله تعالى، لكن مش مكرا، حقيقة عشان اضمن اني اظل مستغفر الى امد بعيد جدا واخذ كل الخيرات التي في الاستغفار، اجعل نيتك كذلك رفع الغمة عن الأمة ورفع الغمة عن مصر الحبيب. متى تنتكس؟ إذا تحقق هذا الأمر، فأنت مش رايح تنتكس، ستستمر بالاستغفار ويستمر عطاء الله لك بكل هم كل شيء، وستبقى إنسان مستغفر لو طال الأمر كمان 10 أو 20 سنة. فهمت؟ بسبب انه في عندنا هم ثاني الا وهو الامه لا زال لم يتحقق الان. متى يتحقق رفع الغمة عن الامه؟ لما بتحقق نصاب انه يعني عدد كافي من المستغفرين نشر الله متى قويت شوكة المسلمين، لما انتشروا وكثروا وهكذا، وصار في عندنا بدناش في كلمات صعبة احنا نتكلم فيها عشان النشر يصل. مفهوم؟ لما انت انسان توعوية بتوعي، فاني حاطين العين وعارفين شو بتعمل، فخلي الكلام هيك. انت تفقدوا في الحلقات ولا تخلي ولا حلقة تفوتك. لا تبحث عن القصص معانا كثيرة، والله كثيرة جدا، ولو دخلت على التعليقات مليء من التعليقات، لكن الكلام اللي انا بقول لك اياته هو اهم بكثير بفضل الله من القصص، عشان تعرف كيف تتعامل مع الله. مش تجد نفسك يوما ما قد استغفرت 6 اشهر ثم انتكست. يا محمد انا شاهدته بال2023 وتابعت بالاستغفار ونعم الله امطرني وقضى عني دين، ونسيت الاستغفار ونسيت كل شيء وانتكست وكذا. ليش؟ لانه نيتك كانت بدك حاجة معينة اعطاك اياها الله. فهمت؟ وبارك الله فيكم. انتبه انتبه انتبه، خلي نيتك اشمل الامة فيها، والله يحييكم. الحمد لله